السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا بغيت نوريكم كيفاش تفينيو هذا الحرير هذا في وسط الراندا الا اضطريتو، الا كانت مثلا راندا عريضه وما كفاكمش الخيط اولا تقطع اولا واضطريتو تفينيوه في الوسط. انا ما كنصحكمش تفينيو الحرير في الوسط، ولكن الا اضطريتو بحال هكا نحلوه. هذا الحرير هذا غادي تحلوه على جوج بحال هكا، نتحلوه هكا على جوج باش ما يبانش، وغادي نديرو غرزه بالحرير جديد بحال هكا. غادي نزيروها مزيان، وهادو اللي قسمنا غادي نخدمو غير على واحد صافي بحال هكا. غادي نخدمو عليه غير واحد شويه، واحد 2 سنتيم اولا سنتيم ونص، باش كتكون الحصيره عريضه ماشي ضروري توصلوه للجنب. يعني ما غاديش نقطعو على الجدر، نخلي هاد شويه هذا باش نخدم عليه غرزه اخرى بحال هكا. كنخدمو هنايا في الثوب، وفاش كترجعوا كتشدوا كلشي، كتهزوا الحرير الجديد والقديم. نتوما كتهزوا كامل كلشي، الغرزه الجديده والحرير اللي قطعنا. نخلي هادي وغادي نخدم هادي، كنهزو كلشي باش ما كيبانش العيب من بعد فاش كتصلح بحال هكا. ودابا وصلنا لهذا نزيرو شويه ونخدمو عاوتاني عليه الجهه الاخرى بحال هكا. نخليها هاد الغرزه وغادي نخدم هادي انا قطعت، وغادي نخدم اخر غرزه في الثوب. ونفس الحاجه غادي ناخدو كلشي، نحاولوا ما نخليوش الحرير، ما نقسموش الغرزه. هنايا غادي ناخدو كلشي، هذا الحرير الجديد وهذا القديم، وغادي نجمعو كلشي دقه واحده. نتوما بحال هكا. شتي كيفاش جا؟ ما كيبانش نهائيا هذاك اللي تسالى. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. ما تنسونيش البنات، الله يستر عليكم، التفاعل والبارطاج وشي تعليق زوين بحالكم. وشكرا بزاف على المشاهدات ديالكم. اللي ما دارش متابعه دير متابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.